وهنا الإخوان كنستنتجوا بكل بساطة اللي مرضي والديه ومرضي ميمتو عمرو ما غادي يخيب والله. حكيمي طلع ولد الوقت وطلع نزق وما كيعرفش غير يدافع غير على كرة، ولكن كيعرف يدافع حتى على رزقه. البلان ما فيه هو الزوجه ديال اشرف حكيمي السابقه هبه اوك بغات تقسم مع السيد الورث ديالو وبغات تقسم مع الاملاك ديالو، وهي ما هزات ما حطات ما لعبات في التيران ما عركات ما تقاتلات ما سمعت انتقادات مع الجمهور ما والو. وهي كانت دارسه هادشي هذا بالتفصيل الممل وتعرفات عليه باقي صغير في عمره غير 18 عام، وهي كانت عندها ديك الساعه 31 عام. اي الاخوان فرق ديال 12 عام. تعرفوا في 2018 وتزوجوا في 2020 وفي نفس السنة ولد أول أولاد. ديك الساعه كان تيلعب في ريال مدريد وانتقل لدورتموند على سبيل الاعاره، وهبه اوك كان ضاربه لهادشي الحساب وكانت عارفه بلي اللاعب واعر وبلي اللاعب باغي يطور من القدرات ديالو، ومهما طور من القدرات ديالو غادي يزيدو في الصالير وغادي يمشي للفرق اللي كبار، وهذا الشيء هذا كامل كان دارسه مزيان. وبداو المشاكل بعضياتهم وبالخصوص هذاك المشكل اللي وقع لاشرف من مورا كاس العالم اللي تم فيه بتهمه الاغتصاب. وهنا هبه اوك عرفات منين تشدو كيف ما كنقولوا واتهماتو وقالت ليه انت مازال باغي تدور ومازال باغي تصار مع البنات ومازال باغي تخرج وانا باغي نربي ولادي وباغي نكون واحد الاسره. بتقول انه زوجة حكيمي طالبة الطلاق رسميا، والمتداول انها ابلغت اقارب له انه علاقتهم مو ظابطة بسبب فرق العمر والاولويات، فهي تبى تربي اولادها وتعمل اسرة وهو بس مهتم بالسهر وهنا رفعت دعوة عليه باساس انها تطلق منه وتاخذ 50% من الاملاك ديالو، وهذا الشيء اللي كانت مبلانيه ليه من الاول. لكن الحاجه اللي ما ضربت ليهاش الحساب والحاجه اللي ما توقعتهاش هي انه اشرف حكيمي غادي يدير لها خاويه في عمره. وصل النهار ديال المحكمه والقاضي قال لاشرف حكيمي اعطينا الاملاك والممتلكات اللي مكتوبين في سميتك، واشرف حكيمي قال لي انا راه ما عندي والو. والقاضي قال لي كيفاش انت ما عندك والو وانت كتقبض مليون ديال الدولار كل شهر مع باريس سان جيرمان؟ شنو دابا كتطلبي من المحكمه؟ كنطلب من المحكمه بان داك الشيء كاع اللي عنده الاراضي والديور والفيلا وسمعتوا هاد اليوم راه دار شركه كلشي داك الشيء خصو يعطيني النص فيه. وفعلا منين نقلبوا ما لقاو عند اشرف حكيمي والو، وكاع هذوك الاملاك كتبوا في الاسم ديال سميت مو. وهنايا اشرف حكيمي عطى درس للعالم كامل اللي ما كيتقراش في المدارس الكبار. وهنا الاخوان كنستنتجوا بكل بساطه اللي مرضي والديه ومرضي ميمتو عمرو ما غادي يخيب والله. وهنا وهبي خدات الدرس اللي ما عمرها غادي تنساه في حياتها كامله، وما خدات لا ورث ولا املاك ولا والو، وخدات